شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما نديت لبينا أسلمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله ولا عليه. يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب نعم لنا من والى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. صلى الله عليه. العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال. صلى الله عليه. ومن فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. صلى الله عليه. تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله عليه اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله وما أوسعها عليه من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال صلى الله وقام بحق عليه الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلى الله فينبسط في عليه قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه وتخيروا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصل الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه بالضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأدهرت من سر هذا النور ما أدهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه عليه الأفكار دور وبار فتعلق رمة الراكم لهذه الحروف صلى الله ليركم عليه في هذا القرطاس ما ولديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله وإلا عليه فإنها تعجب الأكلام عن شؤون خير الأنام صلى الله ولكن أزل عليه إلى تدوين ما فيته من سير أشرف المخلوقين
وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد شوقي إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما
يعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب والهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار سار ليلا فتدلى سار ليلا فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار على العرش راق الجاني مولى الجليل على العرش راق الجاني المولى الجليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. والشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه عليه. تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بالسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وتعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاد من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطن من شرفت من العالمين صلى الله فتنقل عليه. هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه. صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله فحملته عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى حتى الله مر الشهر عليه. بعد شهر من حمله وقرب بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ظاهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. شهر الربيع وفانا أقبل علينا غنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وفانا أقبل علينا غنانا فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وفانا أقبل علينا هنانا في أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر الربيع وفانا أقبل على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا. بقدومه نلنا القبول من قد أعطانا. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا. بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول. بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا. نلنا القبول سبحان من قد أعطانا. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على والأرضون ومن فيهن بالترحيب. وأمضار الجود الإلهي عنان الوجود ذسج. وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنعاد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الذور نورا فاق كل نور وأنبت الحق حق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضي أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لا في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من العمر العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فدلوة الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم غرات واستضيئوا بجمال
مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا apa yang kita hadiahkan untuk Nabi itu pasti sesuatu yang membuat Nabi itu gembira. Semakin mereka ulang tahunnya Kanjeng Nabi, mon kaula kali panjenengan orang sing seneng motor. Ketika kaula ulang tahun beda orang beri motor, kaula bunga. Istri saya ulang tahun seneng emas, saya ajak ke Pasuruan, tak belikan emas, maka istri saya akan menjadi gembira. Rasulullah tidak cinta dengan dunia. Rasulullah tidak ada sedikit pun kecintaan terhadap dunia. Yang dicintai oleh Rasulullah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ulang tahunnya Nabi ini, mulai kaula kali panjenengan harus banyak belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat neka Pak, saking cintai sahabat bi Kanjeng Nabi, sahabat neka oneng, uwane Kanjeng Nabi beda berapa oneng? Uban apa bahasa Madura uwane? Oben sampai oneng. Diriwayatkan ubannya Kanjeng Nabi sampai meninggal pun tidak sampai 20. Sampeyan takon yang bojone panjenengan, Dek, piro uwanku, Dek? Tak kira paham. Sampeyan tanya ke istri panjenengan, nanti pulang ini Pleman panjenengan takon, Dek, uwanku piro, Dek? Lah panjenengan cinta karo aku, tak takoni saiki. Uwanku ubanku iki ana piro, Dek? Saya yakin 100% bojone panjenengan tak kira paham. Ndak aru Mas, semiren Mas. Saking cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ketika pas musim panas Kanjeng Nabi keluar keringet. Ummu Sulaim mereka orang mahram bi Kanjeng Nabi. Ketika keluar keringet diambil keringetnya Rasulullah, Pak. Mon benek orang mulja tak kira orang Arab keringet. Siapa orang sing Arab keringet? Kalau tanya bi panjenengan semangket, ayo keringetku PN, tak kira gelem panjenengan. Siapa? Sampai keringet diambil, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat mulia. Sahabat saking cintai kepada Nabi sampai keringet dibuat barokah. Saya kemarin mulai panjenengan keringetan ngomong ning bojone, Dik, PN keringetku. 100% ndak arep bojone panjenengan. Cinta
pantes, kurang ajar gak? Umpama Habib Taufik Rabu, panjenengan pampakan pantes, tak pantes. Ternyata ikhlas. Mari maulid oleh kene, aduh, kok oleh ngetokno raja, Beb. Kok oleh semangka bi kelopo aja kan raja, Beb. Saya enggak. Nah, ketika kita maulid sudah betul-betul kita niatkan untuk lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di anak, panjenengan pasti akan mengeluarkan ulang tahun, Pak. Diberikan ini, berikan apa supaya anaknya senang. Ketika Rasulullah hadir, ketika Rasulullah lahir, panjenengan berikan yang istimewa, insyaallah nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah ya. Amin Allahumma amin. Ojo engko waduh mek kereng. هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا حبيبنا البرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا حبيبنا صلى الله على محمد اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمة يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتخشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا ونتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.